السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم الحلقه اللي فاتت قلت لكم بانني غندير لكم داك المشروب اللي كنت كنشرب فيه مع الفطير. هذاك المشروب رائع جدا، كنصح به اي حبيب، اي واحد زعما اللي هذا، بالخصوص الناس اللي كيكنوا، الناس المدخنين، كنصحهم باش يشربوا كاس في الصباح وكاس في الليل. فهو رائع جدا، كينقي الذات، كينقي الريه، كينقي زوين بزاف وسهل، ما فيه شي حاجه صعيبه. دونك عندي ليمون حامض، يعني حامض ليمون. دونك الليمون، وعندي العسل، وعندي زنجبيل من الاحسن يكون خضر. دونك الزنجبيل، هذا زنجبيل دونك ساهل ماهل مع الماء سخون. وكنغسل مزيان هذا لان كنستعملوه بالقشر ديالو، خصو لازم يتغسل مزيان. وكنقطعو طريفات، كنقطعو صغير بزاف، تقريبا كنقطعو بحال هكايا، هكا يكون هكا في هذا الحجم هذا. اما تخليه هكا ما صغير هكا مدور، كنحيد هاد العظام اللي فيه، كنحيدهم نقي، وكنحاول نديروه في القرعه. انا كنستعملو يوميا، كينقي لي الذات ديالي، حتى الوليدات الصغار كلهم يشربوه. ففي العوض كنشرب مثلا اتاي ولا كنشرب امتزاج، كنغير وكناخذ هذا الحامض هذا. دونك يمكن لكم تستعملوه هكا رقيق، الا جاكم كبير كتستعمليه صغير. دونك كديري بحال هكا، ها كديري واحد جوج تقريبا 3، كديري ملعقه ديال العسل. ومن الافضل يكون العسل زوين، عسل حر، عسل زعما من الاحسن. ما كان شاي كديري عسل عادي، ما كان شاي كديري السكر. فوالا دونك على حسب المتناول الجميع. فكندير هكا، وكندير طريف ديال الزنجبيل، كنقي هذا الزنجبيل الاخضر، كندير له هكا طريفات صغار هكا، وكنبدا ندير في كل، كندير شويه هكا فوالا، وكنعاود ندير هكا حامض، ندير هكا هذا، وكيطلق الماء ديالو، كيطلق الماء، داك الماء وكنحاول نعاود نديرو، كنعاود ندير العسل. دونك الحامض العسل الحامض هو الليمون الحامض مع العسل هكا، مع شويه ديال الزنجبيل هكا، وحنا غاديين. كنزيد عاوتاني الليمون حتى كنعمر، حتى كتكون عندي هذه كلها عمرة. كنحاول نقطع نحيد هادو اللي فيهم نحاول قاصح. ودابا هذا الوقت تاع الليمون، ما غاليش بزاف الليمون، فمن الاحسن كتشريوه وكتستعملوه وكتخليه في الثلاجه ديالك مده طويله، ما كاين حتى مشكل، ما كيخسرش، يمكن له يبقى مده طويله في الفريغو الثلاجه. ها الثانيه والعسل، زنجبيل، والعود الحامض، هكا ويديد زوين بزاف. يمكن لكم تشربوه في الصباح ولا في الليل، ما كاين حتى مشكل، فهو لذيذ. انا كنستعملو بزاف، وكنصح به اي حبيب، صحفيه شويه زنجبيل على حسب الكميه ديالكم اللي بغيتو. بغيتي تكثر من الزنجبيل كثر، بغيتي دير اكثر من العدد ديال هذا
فهو صحي، ولا قلت لكم كينقي الرئتين، كينقيهم مزيان. فنصيحه لي بالخصوص الناس اللي كيدخنوا، الناس اللي كيكنيو، لي فومور ولا لي فوموز، فهذا كيصلح لهم. هادي جاتني كبيره نقطعها. فوالا ندير هذا يسخن باش نوريكم. دونك غنزيد واحده اخرى. فوضعيه في الثلاجه انا قلت لك كيبقى مده طويله، كاين حتى مشكل. كنحيد داك العظام ديالو، ندير شويه ديال هادي عسل، هو كندير الحامض عاوتاني الليمون هكا، وكندير عاوتاني زنجبيل، نقي شويه كنضيف هاد الزنجبيل، وكندير العسل عاوتاني. انا غير كنوريكم هكا. فهذا هو العصير ديالي. هكا كيبدا يطلق داك الماء ديالو، طلق كتبقى تاخد. كنحاول نغطيه بشي وحده بحال هادي هكا، كنغطيه بحال هكايا هكا وكنسد عليه. فوالا هذا هو العصير ديالي، كيبقى هكا كيجي زوين، زوين بزاف ولذيذ. ها هو دونك هو هذا ديالي، كتسديه مزيان وكتخليه. دونك كتبقى تاخد منه شويه بحال هكا، شويه طريفه الحامض وشويه الميه ديالو، الماء ديالو هكا. كتزيد عليه الماء سخون، ماء سخن، وكتشربوا بالصحه والراحه. فوالا صح لذيذ زوين، غادي يعجبكم. فهو نصيحه لي منكم باش تستعملوه وباش تشربوه. راه زوين، بصحتكم وراحتكم.